لكن أنا جبت لكم هدية، والله العظيم أنا ما راح نتكلم في مادة ولا راح تستلمون منا مادة، طيب؟ إلا هذه الهدية أغلى منها كلها. جبت لكم شيء أبيكم أنتم تفتخرون فيه. هذا العلم سحبته من أكتاف جنودنا اللي توهم راجعين من المعارك، كتف كل واحد من جنودنا، نحطه بهذه الطريقة. أنتم تظنونه مقلوب، هو لنا يعني إن احنا رايحين للأمام، علم البحرين ورانا، ما نحطه بهذه الطريقة متخلفين، نحطه بهالطريقة ونروح للأمام. جبنا لكم إياه محفوظ من جنود قاتلوا ضحوا بحياتهم ولا أحد يعرفهم، لو يمشي بالشارع تلقون يمكن في المجمع اللي ورانا الحين يمشي ويتسوق، لكنه ما طلب شيء إلا العلوم الطيبة، ورفع اسم بلادنا فوق وكافح وقاتل، واليوم احنا نعتبركم جنود مثله. والله يرزقكم اللي انتم تطلبونه، والله يرزقكم ان شاء الله طموحكم وحلمكم، لكن اغلى من هذه انا ما شفت. فانا دائما اعطيها حق ناس يرفعون علم بلادنا، يقاتلون في الداخل ويقاتلون في الخارج، مخهم قلبهم في هذه الارض، يستذبح عشان هذا العلم. فانا اليوم اهديكم اعلام جنودنا، جبت لكم من 26 بطل من ابطالنا في الخارج توهم راجعين من اسبوع، وهذول لبسوها في ميادين الشرف. اخر مره قبل مباراتنا في ايران كلمتكم من خارج الملعب، اليوم اكلمكم من ميدان الملعب، وهذه الاعلام جاتكم من ميدان الشرف. فهذه احتفظوا فيها وخلوها في غرفكم وطالعوها كل يوم، قولوا اذا هذا الشخص، هذا احمد ولا هذا سالم ولا هذا حمد ولا هذا علي اللي راح بدون اي دافع معنوي وقاتل في ديره مو بديرته دفاعا عن الدين والعروبه، ورجع لا حفل ولا تصفيق ولا غيره، رجع وقعد عند بيته وحب راس امه ويلس، واليوم الثاني في الخدمه عندنا في